هي كده وجميلة. بعد كده بقى هنضيف ال5 معالق كبار من الخل، وهضيف بقى نص معلقة الملح مع نص معلقة الفلفل الاسود ونص معلقة الثوم البودر. البهارات دي بتركاتها مهمة جدا، هي اللي بتطلع طعم الكاتشب معاكي مظبوط وحلو قوي. تعالوا بقى اقول لكم على التركية الحلوة قوي اللي هنضيفها. هنضيف معلقتين كبار من العسل النحل، معلقتين 3 على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا كان حوالي نص كيلو طماطم، فكان حلو قوي معلقتين كبار من عسل النحل بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا ممكن تستبدلي عسل النحل بسكر، يعني لو مش متاح او مش موجود معاكي عسل نحل فعادي خالص استبدليه ب3 معالق كبار من السكر. بس كده سبته على النار، غلى كويس وتسبك معايا كويس وتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه، ولا ضفنا دقيق ولا ضفنا نشا ولا اي حاجه. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وصفه النهارده تكون خفيفه على قلبكم. اللي لسه ما اشتركش في القناه بتمنى ينورني بالاشتراك، واشوفكم على خير ومع السلامه.